السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل لاباس. مرحبا بكم في مطبخ ام اياد القلميه. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا نهار اليوم كما راكم تشوفوا راح تكون تحليه الباندا اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، وبزاف بنات جربوها. يعني ما صبرتش حتى جربتها وما ندمتش اللي جربتها. صدقوني بنتها بنه يا البنات، قوه في البنه، قوه. جربوها مش راح تندموا. قوام كريمي، طبقات هذوك يجيو بنان ما تصوروش كيفاه. تبعوا لا فيديو للاخير باش تفهموا الطريقه. ما تنساوش حبيباتي قبل ما تبداو تشاهدوا لا فيديو خليوه لي جام وكملوا فرجوه للاخير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. واش نحتاج في هذه التحليه؟ كطبقه الاولى نحتاج هنايا هذا البسكوي كما راكم تشوفوا، البسكوي العادي بذوق لافاني. عندي هنايا باكي تاع بسكوي ما استعملتوش هنايا كل، حوالي 70 غرام هكاك، باسكو المول تاعي هنايا صغير اللي راح ندير فيها التحليه. اذا عاد المول تاعك كبير استعملي باكي كامل. راح نفتو بهذه الطريقه بلا ما نستخدموا هنايا الميكسر ولا الروبو عفوا، بلا ما نرحيوه، راح غير شغل نفتوه بهذه الطريقه. نقسموه على شكل مرصوات، على شكل عشوائي كما شفتوا. فوالا هنايا استخدمت نص باكي كما قلت لكم. اذا عاد المول تاعكم كبير ديروا باكي كامل. والبسكوي هنايا يكون بذوق لافاني. بعد ما فتتنا هذاك البسكوي، هاو لكم اللي استعملته انايا راني نعتلكم فيه. نجيو نحضروا صوص الشوكولا اللي حلموا بها هذاك البسكوي. واش نحتاج؟ عندي هنايا مغرف ونص سكر، مغرف ونص كاكاو البني الحلو البنات، ما ديروش الاسود، وعندي ربع كاس تاع ماء. فوالا راح ندير هنايا في المقله الماء مع السكر مع الكاكاو كيما راكم تشوفوا، حتى نتحصلوا على صلصه تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه. درت هنايا الكاكاو مع السكر مع الماء، خلطت هنايا كلش بارد في بارد بالفوي كيما راكم تشوفون. بعد حطيت مع النار، نبداو نخلطوا بالفوي، ما نحبسوش هنايا من التحريك حتى نبداو تبدا هذيك الصلصه تاعنا كي شغل تبدا تغلي. فوالا كي تبدا تغلي راح نضيفوا لها حوالي مغرف تاع مارغرين ولا زبده، مغرف كبيره تاع مارغرين. فوالا البنات، ونقعد نخلط حتى ندوب هذيك المارغرين وتبدا الصلصه تاعنا تعقد. هنايا نحسبوا لها واحد 5 دقائق هكاك ونطفيو عليها، نحطوها على جهه تبرد. فوالا البنات، هاي لكم الصلصه تاعنا اللي خدمناها. بعد ما بردت نجيبوا هذاك الكاوكاو اللي كنا فتتناه، نبداو نصبوا في الصلصه هذيك بشوي حتى نحسوا الكاوكاو تاعنا تلم كيما راكم تشوفوا. فوالا هاي ليكم، ونبدا نخلط هنايا بالملعقه بهذه الطريقه. الطبقه هذه تاع البسكوي تجيب بنينه ما تصوروش كيفاه البنات. هذاك البسكوي ما يجيش شايح، يجي مشمخ بهذيك الصلصه تاع الشوكولا، يجي بنين صدقوني، يجي بنين هايل. جربوها هذه التحليه، يعني ننصحكم تجربوها، اكيد راح تعجبكم، متاكده بلي راح تعجبكم. خلطت كامل هذاك البسكوي حتى نشوفوا كامل هذاك البسكوي قاساتو هذيك الصوص تاع الشوكولا كيما راكم تشوفوا. نجيب المول تاعنا اللي راح نديرو فيها التحليه. قلت لكم المول تاعي هنايا راهو حجم صغير 15 على 15 سنتيم. راح نحط هذاك البسكوي اللي كنا شمخناه بالصوص شوكولا، حطيته في المول ونبدا نسوي فيه. لازم نسويه كامل. شوفوا هنايا سباتيلا راهي تكسرت لي، تال المول قاطو شويه يابس. فوالا قعدت نسوي فيه بهذه الطريقه حتى نشوفوا السطح ولا يعني املس، نملسوه مليح ونحطوه في الفريجيدير يريح. نجيو نحضروا الطبقه الثانيه. فوالا البنات، الطبقه الثانيه واش نحتاج؟ عندي هنا 2 كيسان تحليب يكون بارد، راح ندير كلش بارد في بارد. قلت لكم ندير هنايا 2 كيسان تحليب يكون بارد. عندي هنايا 2 مغارف تاع سكر مع 2 مغارف تاع نشا و2 مغارف تاع فرينه. فوالا البنات، 2 مغارف تاع سكر و2 مغارف تاع فرينه و2 مغارف تاع نشا. هاد الكريمه تجي هايله يا البنات. خلطت كلش بارد في بارد بالفوي كما شفتوني درت. من بعد حطيت مع النار، هام ليكم درت هنايا الحليب مع الفرينه مع السكر مع نشا. فوالا ديك الفرينه تمدلنا لواحد القوام هايل في الكريمه تاعنا. حطيت مع النار ونبدا نحرك بالفوي على نار متوسطه كيما راكم تشوفوا. كي نشوفوا الكريمه تاعنا بدات تعقد، بدات تهز يعني الغاليه، نحيوها من على النار. هاي ليكم نقعد هنا نحرك ما نحبسوش، باسكو كي نحبسوا تحرك الفرينه راح تهبط لتحت ونشا كيف نقعدوا نحركوا باش ما يديروناش هذوك. فوالا البنات، هاي ليكم هنا الكريمه تاعنا بعد ما عقدت. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، قوام هايل. هنا وهي سخونه نزيدوا لها مغرف كبيره تاع زبده ولا مارغرين كيما شفتوا. فوالا، وهنايا مغرف صغيره تاع لافاني. نخلط هنايا كلش هذيك الزبده مع لافاني هنا نديروها مع الاخر باش تقعد النكهه تاعها، ما نديروهاش مع الاول. بعد ما تعقد الكريمه ونحيوها هي سخونه نديروا لها الزبده، مغرف زبده ومغرف لافاني، مغرف صغيره لافاني.
فوالا البنات نجيب هذاك المول تاعنا اللي درنا فيه طبقه تاع البسكوي اللي مشمخ بالصوص شوكولا، نحط هذيك الكريمه وهي سخونه، ما نخليوهاش تبرد كما راكم تشوفوا، نحطها على ضربه واحده. هاي ليكم كريمه اقتصاديه مذاقها ولا اروع يا البنات، صدقوني مذاقها هايل هذه الكريمه، ما فيها لا فلون لا والو. كيما شفتوا نحطها على جهه تبرد، نحطها على طاوله العمل برك ما تحتاجش الفريجيدير هنا اللي تبرد معانا. نجيو نحضروا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه هي كريمه شانتي. عندي هنايا حوالي نص كاس تاع شانتي وكاس وربع تاع كاس ماء. ديما شانتي بودره شانتي تكون اكثر من الماء باش تجينا الكريمه تاعنا عاقده وتجينا مليحه. فوالا طلعت من هنايا الماء لازم يكون بارد، الحليب ولا الماء اللي يطلعوا به شونتي لازم يكونوا باردين. بعد ما طلعت هذيك الشونتي تاعنا نجيبوا طبقه تاع الكريمه اللي كانت بردت كيما راكم تشوفوا، قلت لكم نحطوها على برا برك هاي ليكم يعني تماسكت حكمت روحها. نحطوا هذيك الطبقه تاع الشونتي فوق الطبقه تاع هذيك الكريمه اللي درناها. هاي ليكم هذيك الكريمه تجي كيما المحلبيه البنات، تجي هايله. فوالا حطيت فوق منها طبقه تاع الشونتي. انتم اذا درتوا مول كبير اكيد راح ديروا كاس تاع شونتي مع كاس تاع ماء. فوالا شوفوا السباتيلا راني كمرت بها الوصفه يعني ما حبستش. نجيو هنا نسويو هذيك الطبقه تاع الشونتي كما شفتوا لازم تكون طبقه ملساء اللي سيوها مليح. هاي ليكم نمسحوا البلاع الجوانب منا ومنا باش تجي الخدمه تاعنا متقونه. ونجيو نحضروا الطبقه الاخرى هي غاناش شوكولا. القانا الشوكولا واش نحتاج فيه البنات؟ عندي هنا حوالي 50 غرام تاع شوكولا. شوفوا 100 غرام تاع شوكولا مينا هذيك اللي تتباع ب 6000 قسمتها على نص درت حوالي 50 غرام. كما قلت لكم مول تاعي راهو صغير، انتم اذا درتوا مول كبير ديروا حوالي 100 غرام كامله تاع شوكولا. ذوبت على حمام مائي زدت له حوالي ربع كاس تاع حليب يكون سخون يعني سخون يغلي. بديت نضيف فيه بالشوي، ما ضفتوش كامل هذاك ربع كاس، حوالي زوز مغارف هكاك ضفته من هذاك القاناج حتى نتحصلوا على هذا الخليط. نجيبوا هذيك التحليه تاعنا يعني بعد ما تكون حكمت روحها شونتي مليح نضيفوا له هذاك القاناج كما شفتوا. نحاول هذا القاناج يجي هايل البنات كي يبرد يقعد طري يعني ما يقعدش ما يبش معاكم، يقعد القوام تاعو يقعد طري. نضيفوا على دفعه كما شفتوا فوق هذيك الطبقه تاع شونتي بعد ما تكون بردت. والقاناج ما نضيفوش هو سخون، خليه شويه حتى تتنحل هذيك السخونيه يدفى كما نقولوا باش نضيفوه باش ما يذوبناش هذيك الطبقه تاع شونتي. نقعد نميل هذاك البلاع كيما راني ندير باش تتغطى كامل هذيك الطبقه تاع شونتي بهذاك القاناج. نحطها في الفريجيدير تبرد. هنا التحليه تاعنا بعد ما بردت كيما راكم تشوفوا هذاك القاناش كيما قلت لكم يقعد كريمي يقعد طري ما يجيش يابس. راح نقسمها معاكم تشوفوا القوام تاعها هنايا كيفاه جا. فوالا هاي ليكم كيما قلت لكم مول تاعي راهو صغير نحالي حوالي ربع حبات هكاك. اذا درتوا في مول كبير تنحي لكم كميه مليحه. شوفوا القوام تاعها يا البنات، هذيك الطبقه تاع البسكوي والطبقه تاع الكريمه هذيك الطبقه تاع الشونتي والطبقه تاع القاناج جات ما شاء الله يا البنات قوه هذه التحليه قنبله. صدقوني اذا جربتوها راح توليو مدمنين عليها، ما تزيدوش تستغناو عليها هذه التحليه. هذه هي وصفتنا اللي كانت نهار اليوم حبيباتي، نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش حبيباتي فرحوني بجيم، خليوا لي جيم في لا فيديو، واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقول لك حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وصلنا نهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له.